بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى القسم الثاني الذي عالجته سورة البقرة، وهو قسم الكافرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة عن ثلاثة أصناف: صنف آمن وقد عالجه في 3 آيات، وصنف كفر وعالج أمره في 2، وبقي صنف ثالث هو تكملة التقسيم الطبيعي لمواجهة أي دعوة حق. فدعوة الحق دائما لا تنزل من السماء إلا عند شراسة الباطل، وجاء الإسلام والباطل في منتهى شراسته، لأن الباطل حين يشدو في الشراسة قد يعتمد على بعض البيئة ليعدل ميزان هذه الشراسة، بمعنى أن يوجد قوم مبطلون ويوجد في نفس الوقت قوم يعدلون هؤلاء المبطلين إلى منهج الحق. وتلك مرتبة ثانية في علاج آفات المجتمعات، لأن المجتمعات تنقسم إلى 3 أقسام: مجتمع يعصى الفرد فيه بنفسه الأمارة بالسوء، ثم تستيقظ نفسه المطمئنة أو نفسه اللوامة لتلوم عليه تصرفه مع نفسه الأمارة بالسوء. وحينئذ يوجد في الإنسان لونان: لون أمار ولون لوام. وذلك المجتمع مجتمع فيه خميرة الاطمئنان إلى استبقاء الخير في ذات الناس، ولكن قد يوجد في الناس نفوس غير لوامة، فيأتي القوم الآخرون من أصحاب النفوس اللوامة ليلوموا غيرهم على تصرفه. إذن فالقسم الأول اللوم من النفس للنفس، تستيقظ النفس اللوامة على النفس الأمارة فتعدل مزاجها، النفس في النفس بدون تدخل من المجتمع الخارجي. ولكن المجتمع الثاني مجتمع تأتي فيه نفوس أمارة بالسوء دائما لا لوامة فيها، فيأتي قوم يستبقيهم الله لاستبقاء عنصر الخير ليوجهوا الناس إلى الخير. ويأتي قسم ثالث وهو الطامة الكبرى في المجتمعات: أن يعم الباطل كل الناس، فلا تجد نفسا لوامة ولا تجد إلا نفوسا أمارة. حينئذ يتدخل منهج السماء، لأن البشر لم يستطيعوا أن يقيموا اعوجاج البشر. إذن فالسماء لا تتدخل إلا حين يكون الباطل في شراسة، وحين يكون الباطل في شراسة ويأتي الحق لا تظنوا أن الباطل يستسلم للحق، ولكنه يحاول أن يستبقي لنفسه الشراسة. وفي هذا الوقت يواجه الحق بقوى، هذه القوى إما قوى سافرة العداء وإما قوى مستخفية العداء. النفس البشرية تحب أن تكون قوية، ولكن حبها للقوة في ذاته يختلف. فنفس ترى أنها تقوى على سواها،
ونفس أخرى ترى أن قبل أن تقوى على سواها تقوى على نفسها. وفيه نفوس لا تقوى على نفسها ولا تقوى على ما سواها. فالمؤمن قوي على نفسه فألزمها بمنهج الله، وقوي على أن يواجه شراسة الباطل، ففيه قوة داخلة ضد نفسه الأمارة، وفيه قوة خارجة ضد شراسة الباطل، فالمؤمن تجتمع له القوتان. ولكن الكافر تجتمع له قوة واحدة، لم يقوى على نفسه ليحملها على منهج الله، وإن قوي على دعوة الباطل ليواجهها. وفيه صنف آخر لا يقوى على نفسه ولا يقوى على دعوة الحق أن يهاجمها، إذن فهو معزول القوتين. هؤلاء هم المنافقون. المنافق لم يقوى على نفسه، ولذلك لم يستطع أن يقبل دعوة الحق، لأن نفسه شرسة راضها الباطل رياضة عنيفة، فلم يقوى هو على أن يتبع جناحها من الميل إلى الباطل. وليته كان قويا على دعاة الحق ليواجههم، بل أشفق منهم وخاف منهم، فأعلن الإيمان بالحق ظاهرا، لأنه لا قوة فيه على مواجهة هذا الحق، وأيضا لا قوة له على مقاومة نفسه والقدرة عليها ليؤمن بهذا الحق. وهؤلاء أخطر القسمين، أخطر من الكافرين، لأن الكافر عاند بصراحة وعاند بكل وضوح، وجعل القوة الحقية تقف أمامه وقوفا ظاهرا غير مستور. ولكن المنافق الذي نافق القوة الحقية فادعى أنه معها لتستنيم إلى أن قوتها قد زادت، وليته يدعي أنه معها فقط، لكن في الباطن هو عليها، فكأنه حارب الحق من وجهين. الوجه الأول أنه جعل الحق يعتبره سيفا معه، ومن ناحية عدم اقتناعه وإيمانه ودفه سل سيفا آخر على الحق. إذن فهنا سيفان، سيف إيجابي ظنت قوة الحق أنه معها، وسيف سلبي سلب منها، كما يكون لك خصم ومعك سيف ومعه سيف، ثم أخذ منه أنت السيف، لا يقال إنه نقص سيفا، وإنما يقال إنه نقص سيفين، لأنك أصبحت ذا سيفين وهو بلا سيف. إذن فقوة النفاق لشراكتها هذه، وعملها في الظلام وعملها في الجهات المضببة كانت أخطر على الإسلام من قوة الكفر. لذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حين عالج المؤمنين بثلاث آيات وعالج الكفار بآيتين، عالج مسألة النفاق في 13 آية، لأن مظاهر هذا النفاق مظاهر متعددة، لأنه في الأصل حقيقة ملونة، فلا هي قوية شجاعة تجاهر بمعارضة دعوة الحق، ولا هي قوة راضت نفسها على أن تؤمن بالحق. إذن فقد أخذت الأمر من جهتين. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن المؤمن حين يكون مؤمنا بربه يجب أن يخوض معركة الإيمان كما قلنا، لا على أنه وحده، بل يجب أن يخوض معركة الإيمان مع الكفر ومعركة الحق مع الباطل
على أنه مسنود من إله قوي لا يمكن أن ينتصر عليه أبدا ما دام المؤمن في معية منهجه. وإذا تخلى المؤمن عن معية منهجه فليكن الخطار عليه قوة بشر لبشر. ولذلك كانت حياته صلى الله عليه وسلم متنا للدعوة الإسلامية. ومعنى متن للدعوة الإسلامية أن كل جزئية ستحدث للإسلام إلى أن تقوم الساعة جاءت في تاريخه صلى الله عليه وسلم. وشاء الله أن يعلم المسلمين على يدي محمد بن عبد الله في حياة محمد بن عبد الله. ولذلك تجده في غزوة أحد مثلا انهزم المسلمون، وفي ظاهر الأمر أن المسلمين انهزموا، ولكن في حقيقة الأمر أن الذي انهزم هم المسلمون المتخاذلون عن منهج الإسلام. أما الإسلام فانتصر لأن أوامر رسول الله خولفت. فلو أنهم انتصروا مع مخالفة رسول الله ماذا يكون الموقف بعد ذلك؟ لهان أمر المخالفة وقالوا خالفناه وانتصرنا. لكن يقول الله لهم خالفتموه فانهزموا، خالفتموه فانكسروا. لماذا؟ ليستبقي مهابة توجيه رسول الله في نفوس المؤمنين. وأنا قلت سابقا أن الحق حين يطلق قضايا قرآنية، وقضايا قرآنية مقروءة، وقضايا قرآنية مكتوبة، وقضايا قرآنية تكرر في العبادة وهي الصلاة وتقرأ على الناس ويحفظها الله، يعطي قضايا. هذه القضايا لا يمكن أن يطلقها الله وفي كونه واقع يصادمها. لو أطلق قضية من القضايا ثم جاء واقع الأمر فعاند هذه القضايا لهان أمر الإسلام في نفوس المسلمين. فحين يقول الحق وإن جندنا لهم الغالبون تكون قضية قرآنية لا بد أن تأتي قضايا الكون الواقعية موافقة لها. إذن فما دام الله قد قال ذلك فانظر أي معركة مع جند الإسلام مع أعدائهم، فإن انتصروا فاعلم أنهم كانوا جند الله، وإن انهزموا فاعلم أن قول الله وإن جندنا لهم الغالبون صادق، وأنهم تخلوا في المعركة عن جنديتهم لله لذلك انهزموا. إذن فالأمر الواضح أن المؤمن حين يواجه شراسة الباطل يجب عليه أن يضع أمام عينيه أنه لا يواجهها وحده، ولكن كما قلنا سابقا يفعل ويستعين بالله. والاستعانة كما قلنا معناها أن فاعلا يفعل. فهل اقتصر على ما آتاه الله من أسباب؟ لأن الإسلام لم ينشأ فيه في مكة، المدينة كان ولا بد أن تقديرته صلى الله عليه وسلم فإنه ملكا في المدينة. أظن أن هذا هو أول واحد يحصل على مدخل رسول الله في المدينة، وله أذنابه وله أتباعه. وأيضا فإن مجيء الإسلام إلى المدينة يهدد قوة أخرى. هذه القوة كانت لها السيطرة العلمية لأنهم أهل كتاب، وبقية العرب ليسوا أهل كتاب، فكانوا يدلون على هؤلاء بأنهم أهل العلم وأهل البصر وأهل المعرفة. وكانت أيضا لهم السيادة الاقتصادية لأنهم كانوا أصحاب الأموال، وهم الذين يؤلفون العداوة بين قبيلتي الأوس والخزرج، وكانوا ينتفعون من هذا كله. فحين يجيء الإسلام ليسمي هؤلاء المتنازعين دائما من الأوس والخزرج الأنصار ليلتحموا مع إخوانهم المهاجرين فقد سقطت الورقة من يد يهود. إذن فالإسلام وجه بمعسكرين قويين، معسكر المنافقين ومعسكر اليهود. تجد أن القرآن حينما يعالج قضية النفاق
لا ينسى أبدا أن يذكر لنا في القضية المنافقين من يؤرث هذا النفاق في صدور المنافقين. ولذلك سيقول في آية: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا خلى المنافقون إلى شياطينهم. وكلمة الشيطان توحي بالعدو الخفي الذي لا تراه العين ولكنه يهيج الشر ويهيج المفاسد. يستر اليهود في كلمة شياطينهم، يسترها لأنهم هم الذين سيؤرثون المنافقين، وهم الذين سيدبرون لهم، وهم الذين سيلقون الحطب لتشتعل نار النفاق ضد الإسلام. إذن فالمنافقين الحق سبحانه وتعالى يعرض المسألة بتاعته، يقول إن الإسلام احترم إعلانهم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع أنه يعلم بما أعلمه الله أنهم كانوا يسخرون بذلك. وأظنكم جميعا تقرؤون حكاية ابن سلول حينما رأى أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، فقال لإخوانه من المنافقين: انظروا كيف ألتقي بهؤلاء السفهاء. وهؤلاء السفهاء الكلمة دي هنقف منها عند ابن أبي، لأنهم هيقولوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طب السفهاء الأراجل. وبعد ذلك كلامك يا ابن سلول سيناسب نفسه. ليه؟ لأنه ساعة ما التقى كده أقبل على أبي بكر فقال: مرحبا بسيدي تيم، مرحبا بالصديق، مرحبا بشيخ الإسلام، مرحبا بثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، مرحبا بباذل ماله ونفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. والتفت إلى عمر فقال: مرحبا بسيد بني عدي، مرحبا بالفاروق، مرحبا بباذل ماله ونفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى علي فقال: مرحبا بطهر رسول الله، مرحبا بابن عم رسول الله، مرحبا بسيد بني هاشم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتجدون لطفا في القول أحسن من هذا؟ انظروا إليه كيف قال لقومه: انظروا كيف ألتقي مع هؤلاء السفهاء. وهل هؤلاء من السفهاء وقد قلت أنه سيد تيم؟ دع موقفه من الإسلام. وألم يقل سيد بني عدي على عمر؟ وألم يقل على علي سيد بني هاشم؟ فكيف ينطبق قولك هذا مع قولك لقومك سابقا كيف ألتقي مع هؤلاء السفهاء؟ إذا فتسميتها كان يجب على المنافقين الذين قال لهم ذلك أن يردوا عليه ذلك القول. كيف تقول إنهم السفهاء ثم تقول إنهم هم السادة؟ كل واحد سيد في قوله. ومع ذلك ومع ما يعلمه رسول الله من هذا، انظروا إلى سماحة الإسلام ونبي الإسلام. يأتي ابن سلول فيموت، فيذهب رسول الله فيصلي عليه، فيقف عمر بجرأته ويقول له: أتصلي على رأس النفاق يا رسول الله؟ أتصلي؟ وينفعل عمر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر على الصلاة، يقول: إن الله خيرني، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ووالله لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 لغفر الله لهم لفعلت. فيحترم الحق غيرة عمر ويأتي ليحسم الأمر حتى يؤجر رسول الله في رحمته على هؤلاء.
فيقول الله له ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. انتهى. فاذا امتنع رسول الله فسيكون امتناعه لتوجيه الامر. اما ما بقي الامر في يد رسول الله فان رسول الله يفعل ما تقتضيه رحمته على مين؟ على العالمين. لان الله قال وما ارسلناك الا للعالمين. يبقى مظهر رحمته حتى على المنافقين. فما حدش ابدا يمنعه. لان رسول الله كان اذا خير في امر اختار ايسره على امته. ليه؟ ليصدق فيه قول الله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وبعد ذلك تأتي رحمته لأمته لتتسع، حتى أن الحق سبحانه وتعالى لما رأى حبه لأمته وحرصه على خيرها قال يا محمد لو شئت، يعني أنت يا محمد جعلت، يعني جعل الله أمر أمتك إليك. في بقى أنا أحسن من كده. قال إيه؟ لو شئت جعلت امر امتك اليك عشان تبقى انت تفصل فيها ما دام انت رحيم بها قوي كده. انظروا الى فطنة النبوة المحمدية. ايقول وانا اخذ امر امتي الي؟ لا. من رحمته ايضا انه قال لربه لا يا ربي انت ارحم بهم مني. لا يا رب أنت أرحمه. لماذا؟ حيثية هذا أنه أخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم. فهل رحمة الأخ تساوي رحمة الرب؟ فماذا قال الله بعد أن تلقى من رسوله تلك الفتنة المحمدية؟ لا يا ربي أنت أرحم بهم مني، يعني استبقي أمرهم بيدك ولا تعطني، لاني من الاغيار متغير، قد اتغير. ليه؟ لاني حادث وكل حادث يتغير، لكن انت غير متغير فتظل رحمتك لهم دائما. فيقول الله له اذا لا اخزيك فيهم ابدا. إذا لا أخذ. كلمة إذا دي تدل على أن الله قال ما دمت قد فطنت إلى أني أرحم بهم منك فأنا لا أضيعهم من أجلك أيضا. هذا الرسول معاملته للمنافقين هذه المعاملة احتراما لما أظهروه من كلمة الإسلام، ومع ذلك يظل المنافق في حربهم لنبي الإسلام وللإسلام. يعرض الله هذه المسألة في 13 آية. إذا قرأت أي آية منهم تجد خصلة من خصال النفاق تظل موصولة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أدي أول حاجة. من الناس من يقول آمنا بالله. انظروا إلى دقة الأداء أيضا هنا. قد يقال إنه ليه ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر. لا، ومن الناس من يقول إيه؟ بالله وبي، مش واليوم الآخر، وباليوم الآخر. جعل له متعلقا جديدا فكأن ده له إيمان بداية ودي له إيمان النهاية. يبقى أخذوا الإيمان من قوسين ومن طرفي الإيمان الابتدائي اللي هو إيمان بالله والإيمان النهائي اللي هو إيمان. ما فيش أكثر أحسن من كده بقى، كلام طيب قوي. انظروا هم قالوا إيه؟ نحن مؤمنون بالله وباليوم الآخر، حتى يقول الله في الرد عليهم وما هم بمؤمنين، إنما قالوا آمنا. كان القياس في الرد أن يقول إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا. إنما دقة العبارة قال وما هم بمؤمنين.
ليدل على ان الامر وصف لازم لا حدث متغير. نعم، كان لو قال امنا يمكن احنا ما امناش قبل كده، انما وما هم بايه؟ وما هم بمؤمنين. وكلمة يقول ومن الناس من يقول، ما قالش يشهد، يبقى اذا فيه قول بالايه؟ قول باللسان. وكلمة وما هم بالمؤمنين غير مطابق للجلال، لان الحتة اللي جوانية دي من يعرفها؟ والحق سبحانه وتعالى هو الذي يعرف. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ايه؟ بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى اذا يجب ان تكونوا يقظين، لانكم لو خدتم بالكم من كلامهم الذي يواجهونكم به لعرفتم مدى نفاقهم ومدى كذبهم. تيجي تقول طيب الله كان يطلع رسول الله على المنافقين، واحنا من يطلعنا؟ لقد اطلعنا رسول الله واعطانا الامارات الداله حتى نقيس تصرف المتصرف على ضوئها. معيار الايه؟ آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد، واذا اؤتمن. تبقى دي المقاييس اللي كل امة محمد. ليه؟ قال لك لان لما واحد يكذب، معنى يكذب يعني ايه؟ الكذب نوسع شويه كده فيها، في حاجه صدق وحاجه اسمها ايه؟ كذب. اولا النسب اللي الانسان يتكلم بيها، فيه نسبه كلاميه اللي تسمعها مني قبل ان تكون نسبه كلاميه صدرت من فمي، وجدت نسبه ذهنيه قبل ان اتكلم. النسبة الذهنية دي لها واقع قبل ان توجد في ذهنك ولا ملهاش واقع؟ انا اريد ان اقول محمد مجتهد، قبل ان تسمع مني محمد مجتهد دار في ذهني شيء اسمه محمد وشيء اسمه اجتهاد، ونسبت الاجتهاد لمين؟ في ذهني، وبعدين قلته لك. طب قبل ما تيجي النسبة دي أكان هناك واقع واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح؟ قبل ما تيجي النسبة دي نقوم نقول له ايوه، اقول اهو ده الصدق. يبقى الصدق هو ان تتصادق النسبة الكلامية الصادرة بعد النسبة الذهنية مع الواقع الذي سبقها. ده اسمه ايه؟ صدق. فان كانت النسبة الكلامية دي اللي صدرت بعد النسبة الذهنية ملهاش واقع قبلها، يبقى ده الايه؟ الكذب. معنى الكذب يبقى ايه؟ انه لا واقع، مش كده؟ لكن انا تكلمت لا واقع في الوجود يعني، وان كان له واقع في اللفظ. يبقى في حاجتين اثنين ولا لا؟ ما فيش واقع في الوجود انما فيه واقع. انا قلت محمد مجتهد، وبعدين في الواقع ما فيش محمد ولا مجتهد، يبقى حاجتين اثنين. اقول لك اهي ده الكذب. طب ما هو ملتقي مع النفاق، لانه هو ما شهدش ان لا اله الا الله وقال بلسانه لا اله الا الله. ما فيش واقع رصيدي في ايه؟ في قلبه. يبقى ده كذب ولا لا؟ يبقى ادي علامه ايه؟ وعلامه منطبقه مع واقع ولا لا؟ يبقى اذا الكذاب منافق ولا مش منافق؟ يبقى منافق. طب واذا وعد اخلف. وعد يعني ايه؟ اذا استعملت كلمة وعد افهم انها للخير. وعد تبقى للخير، واوعد للشر. وعد بخير يبقى تكلم كلمة بخير، وبعدين اخلفها، واخلفها بملكه يعني بنفسه كده، مش جاب اسباب من الاسباب الضاغطه خلته. لو من الاسباب الضاغطه التي يقوم بها العذر تقنع صاحبها وتنتهي المساله. يبقى اذا وعد يعني بخير، وعد بخير، تكلم انه هيعمل لك كذا، وبعدين اخلف. الاخلاف ده نوعين:
انتوا قرأتوا القرآن ما اخلفنا موعدك ايه بملكنا، يعني ما كانتش ايه قصد منا يعني، مفهوم؟ نقول له كان يحميه من ذلك ان يعد بعد ان يقول ان شاء الله. واذا اؤتمن خان، يبقى برضه في وعد واخلف اثنين ولا لا؟ متناقضين زي النفاق تمام. طيب واذا اؤتمن خان، معنى اؤتمن يعني ايه؟ يعني جعله واحد محل الامانه. واحنا قلنا سابقا ان الامانه شيء تدعه عند انسان اخر ولا فك لك عليه الا ذمته، لا خدت عليه وصل ولا كمبياله ولا شهود ولا اي حاجه، يبقى البينه عليه مين؟ ذمته. ان شاء قال نعم وان شاء قال ايه؟ ساعة قال له دي امانه وقبلها، يبقى ما في شك ارتضى بان يردها ساعة ان تطلب، وبعدين لما تيجي تطلب ما يردهاش، يبقى في لونين ولا لا؟ لون يناقضه ايه؟ يناقضه لون. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان كان الله قد اطلعني حياتي على المنافقين فلا تقولوا انتم في تيه من معرفه المنافقين، اياتهم كذا وكذا وكذا وكذا. فاذا استقرأت ان انسانا يكذب اذا حدث ويخلف اذا وعد ويختان اذا اؤتمن فاعلم انه من المنافقين. قلنا من النفاق في ظاهره ضعف. ليه؟ قال لك لان هناك فارق بين ان تنافق في امر لا يتعلق بالدين، وان كان النفاق في كل حركة من الحركات يؤول الى انفاق في الدين. لكن افرض ان امة مش متدينة وبيبقى فيها منافقين كتير وعمالين ينافقهم، اللي في ايدهم السلطة، اللي في ايدهم الخير، اللي في ايدهم نقول له هؤلاء معذورون في ان ينافقوا امثالهم، لكن الذي ينافق من هو اعلى منه، والذي يفضح نفاقه هو المنافق. اذا كان نفاقه يفضح يبقى نفاقه ده يعود عليه بالخير، ولذلك هيقول ربنا عليهم انهم يخادعون الله والذين، فيجب انتم لا تخادعون الذين امنوا منفصلين عن الله، وانما تخادعون من؟ تخادعون الله. وما معنى الخداع؟ الخداع اخفاء شيء ومنه المخدع للحته اللي الواحد بينام فيه او يخفي فيها ايه؟ متاعه، كده الخداع. يبقى الخداع اخفاء، كلام على الاول. طيب لما تخفي على واحد مثلك من الجائز ان يجوز عليه الاخفاء، انما تخفي على من لا تخفى عليه خافيه، يبقى انت خدعت مين؟ خدعت نفسك. ليه؟ لانك انت وقعت في اللي كشفك. طيب واذا كنت انت بدك تخفي وربنا بده يخفي، اخفاء الله يصلح في مقدورك كما ان اخفاءك يصلح في مقدور الله. ما يمكنش اخفاء الله هيكون في مقدورك، لكن اخفاءك هيكون في مقدور مين؟ هيكون في مقدور الله. يبقى انت اللي خسران ولا لا؟ يبقى قول الله يخادعون الله ما قالش ويخادعون الذين امنوا، ما كررش الفعل عشان نقول هذا له خداع وذلك له خداع. يمكن خداعهم بيبقى بشر لبشر، نقول له لا، لا تفصل المؤمنين عن رب المؤمنين، لا تفصل المؤمنين عن رب المؤمنين، لان خداع المؤمنين هم مؤمنين. ليه؟ لانهم التزموا بمنهج من امنوا به. يبقى اذا مش هينفصلوا عن مين؟ عن الله. يبقى لا تقل اني اخادع المؤمنين واخادع الله، بل قل انا اخادع الله والمؤمنين معه، لان الملتحم بالله كما قلنا سابقا الذي يجري عليه هو قانون الله.
ألم يقل الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إذن فقول الله يخادعون الله والذين آمنوا، ولم يقل ويخادعون الذين آمنوا، حتى لا يظن ظن أنهم قد ينجحون في صفحة من المخادعة. صحيح لم يقوا على خداع الله، ولكنهم يقوا على خداع مين؟ على خداع الناس اللي زيهم اللي هم المؤمنين. نقوم نقول له لا تفصل المؤمنين عن ربهم، فخداع المؤمنين خداع لربهم، وما دمت لا تقوى على خداع ربهم لأنك لا تقدر على ما يخفي الله، ولكن الله يقدر على ما تخفيه، وحيث علم ما تخفيه يبقى خداعك يعود وباله على من؟ يعود وباله على نفسك. يبقى قول الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. شوف كلمة وما يشعرون هنا جاءت في مكانها لأن المتكلم الله. إيه يعني يشعرون؟ مرة القرآن يقول إيه؟ لا يشعرون، مرة لا يعلمون، مرة لا يعقلون. 3 أشياء دي وسائل إدراك كلها. شعور وسيلة من وسائل الإدراك، والعلم بالوسائل من وسائل الإدراك، والعقل من وسائل الإدراك. لكن مرة هيجي هنا برضه يقول ولكن لا يعلمون، ودي لا يشعرون. نقوم نقول له تعالى ما هو الشعور؟ الشعور ايه؟ الشعور هو ان تدرك باحد الحواس. تدرك يبقى للمحسات. للايه؟ للمحسات. طب العلم قال له ما ينشأ عن ذلك من المعقولات. الله. طب والعقل؟ أم قال لك لما ينشأ من توليد شيء من شيء، يعني كان معدوما فولده العقل فولد منه العقل موجودا. تقول له برضه عايزينها تتوضح شويه. نقول كل انسان منا يشعر يدرك كده كويس، وليس كل انسان منا يعلم، لان العلم يعطيك قضايا ما ادركتهاش انت انما ادركها سواك. يعني لما يجوا يعلموني حاجه انا ما شفتهاش، اللي بيعمل في المعمل يقول لي الحرارة تمدد الايه؟ الاجسام، النسبة التقريبية تساوي مش عارف كام، ويقعد يعلمها لي. هو قاعد يستنبطها بعقله. وكلمة يعقلون قال لك اهي كلمة يعقلون دي خصوصية الخصوصية. يعني القمة هي التي تعقل، وبعدين اللي تحت منهم يعلمون ما يعقله الغير. يبقى انا اعلم ما لا اعقله انا، ما قال اللي ما استنبطوش، انما عرفت واحد ثاني وقال لي عليه. يبقى ايه؟ ولذلك تجد ساعة تأتي يعقلون ويعلمون ويشعرون، تجد كل واحدة منهم لها ايه؟ لها موقف. فاللي عايز يبالغ في ان هم ما يعرفوش حاجة ابدا يقول لا يشعرون، لان حتى الحس ما يدركوش، حتى الحس. وبعدين يقول لك ايه؟ لا يعقلون. انما لما يقول لك لا يعقلون يبقى مش معناها انهم لا يعلمون، يمكن يعلمون ما عقله الغير. يبقى ساعتها يقول لا يعقلون يمكن يعلمون يمكن يشعرون. خلاص. اذا لما يقول لا يعقلون يبقى من الممكن ان ايه؟ ان يعلموا ما يعقله الغير وان يشعروا بالمحسات. انما ساعة يقول لا يشعرون يبقى ما فيش خالص. ساعة يقول لا يعلمون يبقى دي النص، المرحلة الايه؟ النص. نقول له ليه؟ أم قال لك لأنه من الجائز أن لا يعقل ولكنه يعلم معقول الايه؟ الغير. وإن شاء الله في لقاء آخر نبين هذه المتعلقات في آيات قرآنية توضح معانيها. وإلى اللقاء إن شاء الله.